أهلا بكم. اليوم راح نتعرف على قصة جديدة، معاناة جديدة يرويها لكم أبطالها اللي هم بنفس الوقت ضحاياها. أبو سرور وزوجته أم سرور هم ضيوف هاي الحلقة اللي راح نتعرف فيها على قصتهم. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. دقة الباب، هاي الدقة المشؤومة اللي ما قدر أي كردي فيلي ينساها، لأن كانت محورية بحياة كل شخص سمعها. دقة باب مختلفة لأنها مو دقة ضيف، لا، دقة حاقد، دقة كاره. دقة الباب هاي سمعها أبو سرور. بدأت الأحداث وياي في تقريبا 6/4/1980. بعد الحدث اللي صار في جامعة المستنصرية، كنت عسكري ذاك الوقت، فرحت للدوام. هناك انطونا استماير، ملأت الاستمارة، طلب معلومات اللي كانوا طالبيها. فمن مليته، ورا ما مليته في ربع ساعة نص ساعة دزوا علي توجيه سياسي. رحت شكو، قالوا خطأان انت بالاستمارة مالتك، عيد النظر. 3 مرات عاد علي، بعد قلت له لا صحيح. قال لي هنا ايش مكتوب؟ قلت له القومية. قال شنو قوميتك؟ قلت له كردي. قال لي اسمه انت كريتي؟ قلت له لا سيدي. قال شنو جوا؟ قلت له 12 كاتب شيعي 12. قالوا وقف برا عندي شغل. وقفت برا، اجى امر سريتي، قال لي ايش عندك واقف؟ قلت له سيدي ما ادري، مليت السماره وقالوا لي واقف. هو امر سريتي من الشعب، من منطقه الشعب. فطب جوا، طلع قال لي اكو هناك خيمه، روح تبرع دم وتعال. رحت تبرعت، اعطاني اجازه، قال لي اقلب. اعطاني اجازه اسبوع. جيت البيت، اخذت اجازتي وجيت البيت. والدي قال لي باكر الصبح روح البيت عمك، يريدون يجون ياخذون بيت عمك، روح انت اقعد هناك، ما طول عندك هويه مال عسكريه وهذا. رحت البيت عمي، قعدت لحد الساعه بالثنتين ورا الظهر. فما اجوي، رجعت البيتنا، صار الساعه 3:30 4. شفت الجوارين قالوا لي الحق ذيك السياره، لكوا البيت وراحوا اخذوا اهلك. ركضت ورا السياره، دقيت على الصندوق ماله، وقف. قال لي شكو؟ قلت له هاي العائله اللي اخذتوهم وين؟ قال لي هنا عندهم شغل وياهم. انت من وين؟ قلت له انا ابنهم. قال مركز الرشاد موجودين. رحت المركز الرشاد، شفتهم جوا الدرج خاليهم، والدي ووالدتي وخواتي 2 الصغار واخوي الصغير.
قلت لهم اريد اطب عائلتي هنا، قالوا لي لا ماكو شيء ما تطلع ما تطب. فصيحت فوق الامر الموجود هناك، كان يمكن مقدم، لا والله نقيب كان. قال ايش بيه هذا يصيح، جيبوا لي اياه. صعدت له قال لي شكو، قلت له كذا وكذا، حكيت له القصه. قال لي هويتك، اعطيته هويتي. طلب من عندي الشهاده الجنسيه، قلت له قيد الاصدار لان اني مكتوب جيم عين مو جيم تاء. فاتصل بجهه الظاهر للشهاده الجنسيه، فانطاهم الرقم والش اسمه. هناك قالوا ايه ذولا مقدمين وبعدها مصادر. فانطاني قال لي تاخذ اهلك وترجع. انا من اجى وياي الشرطي واخذ السياره، رجعت اهلي لبيتي. قعدنا بالبيت. ثاني يوم بالليل دقوا الباب علينا، دقوا الباب. اجاني فتحت اني كانوا الصيني يتعشون بالليل الساعه 8:30 9. رحت فتحت الباب، واحد راسا جابني بعجل، قال لي عندك لسان تحكي؟ عرفت شنو منظوره؟ قلت له لا سيدي. قال يلا تعالوا. صدفه اخوي الاصغر مني بسنه، اخوي الاكبر مني بسنه كان موجود بالبيت، الاصغر مني بسنه كان استوى يداوم مسائي. اجى قال هذا شنو؟ قلت له هذا ما اخويا. قال يلا كلكم صعدوا. صعدوا، كانوا جايبين سياره بيك اب هاي مشبكه. قلت له تريد تصعد اهلي هنا؟ انا ما اصعد، اقتلني ما اصعد. ظل شو اسمه يضرب ويحكي، والا يصعدون جيراني بيتين اللي غاد. هذا هو كان ظاهر مسؤول فرقه لو مسؤول فد منطقه. بعد اجى اسمه ابو صباح، قال الله يرحمه من توفى، قال شكو ابو نوري على والدي. قال والله يضربون ابني وابني ما يقبل يصعدونه. قال ايش بيهم هذولا؟ قال انت شنو؟ قال لهم اني. طاهم هويه. قالوا نريد شو اسمه هذا معاند ما يصعد. قال هاي هويتي انا اجيب لكم اياها. وين؟ قالوا المركز الرشاد. قال اني العائله انا اجيبهم، انتم خذوا البيت. فابو صباح جابوا اخذهم، احنا صعدنا وياهم انا واخوتي الاثنين، واحد اكبر مني بسنه والاخر اصغر مني بسنه. وصلنا للمركز. المركز من هناك ساعه تقريبا بال 12:30 بالليل. عزلونا، اخذونا من المركز الى جراج الامانه، جراج رقم 3 يسموه، قريب الكراده. فساعه تقريبا 12:30 1 بالليل من الجراج عزلونا انا واخوتي الاثنين عن اهلي. قالوا سمعنا من 18 سنه الى 42 سنه لازم لا تبقوهم يمهم. اخذونا من سجن يرموك. تتذكر ام سرور اليوم اللي اجوا به عزلام نظام صدام حسين لمدرستها واخذوها حتى تلتحق باهلها اللي راح يؤخذون فيما بعد لمديريه الامن العامه بالنجف. اطفال ونساء يودوهم للامن العامه، هذا المبنى اللي كان الرجال يرتعبون من طاريه. كل هذا لانه هم كرد فيليين. احنا طبعا سنه 83 24/3 سنه 83 اول مره لزموا اخويا، لان كانما هو عسكري استوى طالبيه عسكريه فلزموه بحيث هو شنو شهاده جنسيه ما عنده تبعه بحساب ابوي ووالدي وهاي شو اسمه سجنهم. بعدين قلنا فد واسطه هاي نطلعه، الظاهر ما صار هيك شيء. اجوا علينا احنا المدرسه، طبعا كنت من المدرسه اول صناعه. اجوا علينا كل احنا واحد واحد اجوا علينا وهاي، وجابونا للبيت على امي وهاي، اخذونا طبعا وهاي. وين؟ بالامن العامه بالنجف احنا لزمونا هناك،
بحيث هم جابوا اخويا هم هناك. هو اخويا هم شنو صار؟ اخويا فتنه، لان عنده صديق وياه يعني كل الصميم وهاي يجي لبيتنا وهاي، بحيث يعني هالقد ما اخويا شلون يقولون احنا نقول ساده فطير وهاي، لما ما يعرف عنا هذا صار طلع هذا بالامن. بعدين فد يوم ساله قال له ليش ما لبست عسكريه وهاي؟ قال له والله احنا تريد الصدق احنا هيك وهيك شهادتنا تبعيه وهاي. بعد ما اكو واحد غدر به فتن عليه. بعد من احنا ملزمونه راحوا على جهال، يعني اخوتي كانوا كلهم جهال وهاي، بحيث انا يعني الكبيره بس ذاك اخوي هو الاكبر من عندي، كان يشتغل بالصناعه، انا يعني شفت عند اكبر البنات. انا بالمدرسه اجوا علي صاحوا لي سلوى تعال شو اسمه المديره سالتني قالت لي تعالي ردوش طبش شفت 2 رياجيل، قالوا لي تفضلي ويانا تجين. بعدين المديره ما قبلت، قالت هاي البنيه شلون دزيوا هذول الولد يعني هذول الرياجيل وهاي؟ قالوا لا جاي كتاب مالتهم من هيك وهيك وهاي. فبعدين احنا رحنا اخذوني يعني وياهم بالسياره، رحنا وين جابوني للبيت. من جابوني البيت امي كانت موجوده واختي الصغيره طفل يعني، قالوا حجي ماكو ساعتين فد سؤالات وهاي نسالكم وترجعون. بعد يوم ما حاسبين هيك حساب فلوس ذهب بالبيت كل شيء عندنا محطوط، بعد سؤال وهاي. وانا بهدوها من المدرسه اخذونا وين هو الامن العام، بحيث كلهم لمونا، حتى ابويا خطيهم كان بالسياره اجوا اخذوا السياره مالته بالامن مالته، قعدوا ابويا بالصدر وهو اخذ سيارته. المهم لمونا هناك بالامن العام، حتى اخويا هم جابوه هو هذا اللي لزمه خطيه اول مره. ودونا وين للسجن مال كربلاء دبونا هناك. يعني احنا خو مسفرين عوائل محترمه وهاي، خلونا ويا ذول الحراميه ويا ذول السرسريات المزينه وهاي، خلونا فد اسبوع جابونا في السياره خضراء هيك مشبكه ما ادري من هاي يعني شلون يحطون بها السجناء هاي، يعني هاي اول مره نشوف، احنا ما شايفين بعمرنا هيك شيء وهاي. اخذونا وين كانه ما احنا ما نعرف هذا المكان شنو، بس شفنا ملعب الشعب وهاي، قالوا لنا هناك هو هذا شو اسمه. نزلنا هناك شفنا كوم هناك عوائل وهاي يم ملعب الشعب، كوم عراقيين هناك حاطيهم. تقريبا شهرين هم خلونا هناك. ليله اللي نريد نروح يسفرونا وين ودونا يم الرياجيل مالتنا يعني اهالينا، وين خاليهم ساحه والبقيه ذولاك مثلا فد غرف الشباب وهاي. احنا بديك الليله قاعدين ويا اهالينا يعني ابويا وعندنا اخويا، ذاك اخويا قب سود عليه اخذوه ما تخلوه على غير صفحه، يعني نشوف الشباب يطلعوهم ويرجعوهم دمايه، يعذبوهم ويرجعوهم. يعني احنا شو اقول لك يعني كم ساعه احنا قاعدين من شفنا هيك، احنا اصلا من يمنا تاذن. صار الصبح تقريبا ساعه ب6 الصبح جو يعني حضرونا قالوا حتى اليوم ندزكم، جابوا لنا 2 منشآت، اجى عبودي واتذكر عبد الرزاق، ذولا كلهم لابسين هدوم العسكريه وكلهم مسلحه وهاي، ركبونا قال حتى نوديكم لهناك. جابونا بالمنشآت ودونا ما ادري يعني من الصبح نزلونا الطريق جو ساعتين اقل فد منطقه، قال روحوا انتم مستقيم قبل تروحون توصلون هناك الايران. احنا وين راح نروح وين راح نجي، العائله مالتنا ايش حيصير بيها، وابويا هم كان رجال يعني كبير ويعني والدتي وهاي كل احنا مثلا احنا جهال، وذاك هو اخويا مش قد عمره قريب 19 سنه ملزموه، يعني هو ذاك راسا يعني بلكي تحاول يبقى ويانا فالشكل اللي سوى روحه عود مثل المخبل هاي، بس لا من شافوا قيافته وجه هذا يرفع اثقال وهاي جسمه ما يساعد مال هذا واحد شو اسمه. فذاك اخذوه قبل يوم قبل ما يودون يم ابويا، اخذوه قبل يوم ودوه غير مكان ذاك اخويا. بعد احنا من مسفرونه ذبونا على الحدود قالوا لنا روحوا. رحنا فد مكان نمشي ونرجع نفس المكان، وهي جبال تصعد تفتار وترجع نفس. هاي 3 ايام احنا هناك. عوائل احنا هوايه كتلنا الجوع، شلون الساعه احنا لا اكل عندنا، اطفال ماكو. اجوا على كل عائله اول مره ايش سووا هم دزوا 3 نفرات يروحون اللي قدام يلدونا بلكه الطريق. بعد احنا الباقين ماكو شاره، كل عائله لازم يتبرع نفر شو اسمه حتى يرجع وين، نرجع للجنود العراقيه. فانا انا تبرعت، قلت اخاف اخويا يروح، على الاقل اخويا هذا يبقى، ابويا رجال كبير يبقى، اذا انا رحت مو مشكله رحت شهيده، المهم هذا يسري المسيره ويا ابويا.
فكل عائله احنا رحنا رجعنا وين على الجيش العراقي. هم بدا يشوفونا طبعا الجيش العراقي والايراني هم يشوفنا. احنا لان محصورين بين ايران والعراق دابينها بهاي المنطقه. احنا هم رحنا لقدام مثلا الجيش العراقي ودول 3 نفرات هم راحوا لقدام يروحون لايران. شوفوا انفجروا بيهم القنبله يعني راحوا على الالغام. فواحد من عندهم يعني عنده روح كان كاتب نحن يعني عراقيين مهجرين الحقوا بينا. فكان ذاك الوقت حرس الخميني اكو دول بيهم عربي يعرفون وهاي قارين. من قارين دول جايين علينا العوائل. احنا وين رحنا للجيش العراقي. خطي الجيش العراقي ما قصروا وطونا اكل معلبات هاي حتى تكرم الطونه مثل الزمال ما ادري شنو حملونا اياه وهاي. بس دول شنو اهالينا ظلوا قلق ما ندري احنا نرجع او ما نرجع. فدول هم جايين عليهم شكوا عبي خطيه اخذوا العبي من عندهم يعني حتى ما لا يبين لان الجيش العراقي هم دا يشوف من يشوفهم يصير ضرب. اخذوا عبيهم ودا يحولهم. بعدين احنا هم بقينا واحنا من رحنا للعراقيين احنا هم الطريق كل صعب يعني ما ندري نرجع بيه ما نرجع لان اخاف انت قمنا نخلي حاجه حتى نعرف هذا الطريق المسير رحنا بيه نرجع بيه. احنا قريب ما نرجع يعني صارت المغربيه احنا رجعنا اهالينا كيفوا وقاموا يهللون لان هم راح يأيسوا لان جاهم الجيش الايراني دا هم يخلصهم وش اسمه. احنا هم اجينا الحمد لله عاد والله جونا خطيه الايرانيين ما قصروا والحرس القومي ذاك الوقت كان بيهم اكثريه عرب بيهم. اجوا علينا والله اخذونا رجال كبير شالوه المرأة كبيره شالوه يعني ساعدوا هوايه شباب جهال وهاي حطونا في منطقه هي يعني مالت الحرب مالتهم بحيث مكان في مثل الخيمه. حتى اتذكر ضربات ناظور وضربات يعني بين الحرب بعد كان بين ايران والعراق سنه 83 والله هم ما قصروا وهاي ساعدونا وطونا اكل وهاي ودونا هم للمدارس رحبوا بينا. خطيه دول 3 نفرات الشهداء واحده من عندهم مره كان رجلها رايح استقبلوه واخذوه لان كانت عندها طفله وهي حامل كانت راسا يعني اخذوها ما خلوها يعني ويانا لان ما عندها هم احد وهاي. شوف شلون احنا دزونا على طريق ملغم بس الله اللي راحوا ذول 3 نفرات نبهونا لهذا الطريق وقطيع ذول راحوا ضحايا. يعني كتلنا الجوع بعد جهال قاموا ياكلون الزريع وجوهم في الشكل قام يصير لانها ما ندري هذا الزرع شنو هو. فمن ظلينا يعني كم يوم احنا ما ناكل. احنا يعني شلون ضحينا قلت لك ليش احنا ضحينا من كل عائله لازم يرجع للجيش العراقي اذا ما نرجع يموتون الاطفال وهذا ضحينا رحنا له. وحتى يعني اتذكر تقريبا احنا يومين ما اكلنا يعني حتى بحيث الرياجيل قاموا هم ما ياكلون يحرسون النساء نص الليل لان هذا المكان مو امن ما يندرى شنو تجينا حواوين يجينا ديابه هاي يعني هيك صار يعني هيك بعد ظلت هاي خاطره يعني شوف صار شهر راح يصير لها 40 سنه تقريبا. تنفصل أبو سرور عن أخوته نقلوه إلى سجن رقم 1. هناك قرر أبو سرور مع عدد كبير من الكرد الفيليين اللي كانوا معاه بالسجن أن ينظمون إضراب عام. سجن اليرموك بقينا تقريبا 5 أيام سوا. كنا بسجن اليرموك ما يقارب غرفة فد 20 متر يمكن 35 نفر كنا 5 أيام بقينا. ورا 5 أيام قالوا منو عسكري قلت لهم اني اخذوني من اخوتي اخذوني الحارثيه. من الحارثيه بقيت ليله ورا ليله كملوا اوراقي دزلوني الى سجن رقم 1. بقيت هناك بعد بسجن رقم 1 كان تجينا اخبار ورا 3 اشهر 4 اشهر جانا خبر بانه اللي اخذوهم لابو غريب سووا اضراب على الاكل وكسروا البيبان ومدري شنو راح يسفروهم. فذولاك اللي افتهمنا يسفرون احنا همينا شوي شوي قمنا واحد يحكي ويا الثاني هناك الى ان اتفقنا احنا بنسوي اضراب. فسوينا اضراب هناك. احنا كان قاطع رقم 1 و2 و3 و4. قاطع رقم 1 اللي المحكومين هناك، 2 3 4 احنا اللي يسمونا الايرانيين المشتبهين بهم، وقاطع حمادي شهاب من الصفحه فجملونا كبيره. ذولا كم واحد يعني مجموعنا كان تقريبا بالقاطع 1700 نفر.
فمن اتفقنا سوينا الاضراب، قاموا بعد تدري جابوا لنا اكل، رفضنا الاكل، شبينا الاكل، قلبنا، ما حد طلع من السجن ماله، ظلينا جوا، ما كنا ندري اكو بيناتنا من مخبر. ف وراها بدوا ياخذون 10 ياخذون 10 سموها دورة تأديبية. سيارة تانكر مسوي له باب، جو مصطوات 2 خالين قبال واحد 10 نفرات ومثقبين من فوق، بس على مود تجتمع هو ياخذوك ما تدري وين. ف10 ايام اخذونا، جاء السرايا تدري كل 10 ايام ياخذون 10 نفرات 10 ايام ويجيبوهم، ياخذوهم على قولتك نظاف، يجون مقملين. فاني واحد من عندهم كنت، اخذونا كانوا يراونا شلون يعذبون، اعترفوا منو علمك، منو قال لك، ايش سويت، ايش كنت، ما عندنا احد، ما عندنا شيء نقول له. فورا 10 ايام كنا نرجع وياخذون 10 ثانيه، وهكذا الى ان طول تقريبا ما يقارب سنه وشويه. بعد ورا السنه وشويه، سنه و3 اشهر، كل صار علي سنه و3 اشهر و11 يوم. توجد مواقف مستحيل ينساها الإنسان، لأنها تكون نقطة تحول بحياته، وأحيانا تكون هي السبب بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى طبعا باستمرار حياته. أبو سرور تعرض لموقف من هذا النوع لما التقى بابن منطقته أحد أصدقاء الطفولة، لكن هذا الشخص بوقتها ما كان مجرد صديق، لا، كان ضابط توجيه سياسي. اجى امر الكتاب اللي أنا قرأته بيد الجندي يصرح من قبل مديرية استخبارات الأمن العسكرية ويرسل إلى مديرية الأمن العامة مخفورا، الجماعات اللي مخلصين عسكرية فيطلعوهم من سجن عسكري إلى سجن مدني. أنا واحد من عندهم اللي انطوني بالجندي، قال لي وين نروح؟ بس ما أدري، أبو عبد الله هو اللي جابه. قلت له لازم تاخذني لوحدتي من هناك، هم يسرحوني. لا ما يعرف يقرا ويكتب. قلت له لازم تاخذني لوحدتي. قال شلون؟ قلت له اجر تاكسي وانا ادفع فلوس. اخذني، يعني كنت بالتاجي اداوم بكتيبه وحده فعاله، كتيبه دبابات عكا. فاخذني لهناك، تدري كان حرب، طبينا بالمعسكر، الجنود كلش قليلين، دبابات قليله، كل الدبابات كانوا دازيه رايحين على صوب تنومه، بصره تنومه. فكان اكو ضابط ابن المنطقه صاير ذاك الوقت، كان ضابط توجيه سياسي. ف صار حديث، انت شلون جابوك، شلون شنو، عرفني. قلت له أنا بعد بس خليني الليلة أبغى هنا عند النجوم وأسر، وين ما توديني وديني. والله وافق، وقع بأنه عندنا تصفية وياه الحكم ماله، وبعدين وقعوا، استلمني وبقيت بالسجن. دز علي هو بالليل قال لي شلونك شلون، من حكى وياي، لأن ابن منطقتي وإحنا من أطفال سوى كنا جوارين حايط على حايط، طابين بيتهم طابين بيتنا، ماكلين عندهم ماكلين عندنا، يعني مثل أخوة من نفس المدرسة. هو شيخ لي، يعني فيلي. فلأن كان ولاتي باب الشيخ، فقال لي، قلت له لا ما مسوي شيء أنا على مود. قلت له ليش؟ قال لي شنو رأيك أهزمك؟ حقيقة أنا قلت ما مسوي شيء، شو ليش تهزمني؟ شو مسوي؟ كان يقول لي يعني متقبل؟ قلت له لا، كان ما مسوي شيء، ليش انهزم؟
قلت شو لانه باوعت يعني مسؤول توجيه سياسي هذا ياخذ هيك لربما يريد ياخذ فد معلومه، اخاف عندي شيء، اخاف استحفظت اكثر شيء. قلت له لا، كان يقول لي جبان. تعال اجى الانضباط قال له تعال اخذ هذا الجبان اخذه للسجن. قلت له مو وعدتني تنيمني برا؟ قال روح اخذه. انا من رجعت كان ساعه هيك بالساعه ونص 10 الا ربع، صار 11 كنت اكل بنفسي هذا ليش قال لي جبان؟ قلت له شو اسمه، قلت له تروح تقول له ملازمه ولا فلان، تقول له قيس يريد يشوفك. والله وصلوا له خبر ودز وراي 11 شويه. رحت قلت له ظلت حكايه بقلبي هاي مال جبان، تعرفني انا وياك شلون كنت. كان يقول لي شنو؟ قلت له باوعت. قلت هو كان يحب امه. قلت له قولوا دعت امي ما اخونك. قال شنو؟ تحلفني؟ قلت له لا قولوا دعت امي. كان قولوا دعت امي ما اخونك. قلت له قولوا دعت ابويا. كان يقول هاي شنو؟ قلت له لا الا دول. قالوا دعت ابويا ما اخونا، كان زادوا ملح بيناتنا. باوعت اكو قران على الميز يمنا. قلت له خلي ايدك على القران واحلف. قالت صدق تحكي؟ قلت له اي والله صدق احكي. قالوا هذا القران ما اخونك. قلت له يلا هسه اقلب. قال يعني قبليت؟ قلت له اي. قال اليوم دازق وقال اخذ هذا الابن كذا اخذه. رجعني ثاني يوم من الصبح اجاني اني وجنود شو اسمه، كانوا هذول السجناء موجودين كم سجين. جاب الانضباطيه وياه، انت اخذ ينظف فلان مكان، انت اخذ ينظف فلان مكان. انا طبعا كان واحد وياي يهمنا السيد هاشم. انت وزعنا. بقيت اني وهذا اخر واحد من وزعهم كلهم ذولاك. اخر واحد قال له سيدي اعطيني ذولا من اخذهم. قال لا انا اعرف شلون العنوا ديهم ذولا. طبعا بهالاثناء مرتين بالعوده مالته ضربني على رقبتي مرتين قدام الانضباطيه. اخذني لفد مكان حشيش لي فوق كسوب نسميه. وقفني اني وصاحبي قال انا راح اروح للجراج مال الدبابات. ايش وقت ما العوده مالتي صعدت بالهواء ما اريد اشوفك. انا طبعا من رجعت فشر علي ورجعت نمت بالشو اسمه. انا للصبح ما نايم. شلون هذا؟ غلطت قلت له ارد انهزم. قبلت على مود هذا. ف وصلنا هناك والله شفته وصل جراج الدبابات يحضروهن يدزون يعني يصلحون الدبابات ويدزوهن للمعسكر اللي بالتنومه. والله شفت العصا بالهواء هيك رفعها. عندي رجالات 2 وداين 2. يلا صاحبي. ورحت قلت له لا دقيقه. رحت حتى غراضي اللي موجوده هم ورا. دائما مثلا الصبح من نطلع نخلي الغراض بالشمس على مود لان جوا ماكو شمس. الشمس التعقيم يصير. قال لي وين؟ قلت له لا ناخذ الغراض. من اخذنا الغراض رحت للشارع. السياره مال الانضباطيه بعد هذا رئيس عرفاء ما قدر يقول هويه لو فشي. شاف احنا شايلين غراضنا على مود هذا. ما قال لي شو اسمه، قال لي اصعد. قلت له ريس، همينه سميته ريس. قلت له ريس هاي صار لنا قد مسجونين ومخلص سجني هسه. كان يقول لي اصعد. وصلنا ساحه البحث اللي ذكرته. صار شو اسمه صارت غاره جويه. اللي نزل هو قال نزلوا. قلت له رئيس هاي الغراض
شو اسمه الجندي قال لي لا ما يصير. قال له قلت له هسه الرئيس قبل، انت ليش ما تقبل؟ والله اخذني وصلني قبل باب النظام، قال لي انزل. قلت له اقول لك انت راح تطلع من هالباب وتطلع من والطب من هناك. طلعني من هنا. قال لا تاخرني. قلت له والله انت والديور انا نازل. وصدق هو وديور اثنيناتنا شيتنا من السياره تاكسي، راسا فتحنا الباب وقعدنا. الرجال مواقف، وأبو سرور أثبت هذا الشيء. جملة سمعها من شخص موثوق خلته يقرر يروح للموت بنفسه بدون أي تردد، لأن الموت أحياناً تضحية لابد منها. أكثر الضباط اللي وياي كانوا موجودين، أنا كنت جندي، بس الضباط اللي كنت هناك مسؤول حانوت مال جيش، فكل الضباط يعرفوني ويعرفوني أنا كنت خياط، أخوي خياط رجالي، فكانوا هم يجيبون قماش، أنا كنت أنطي لأخوي يخيط لهم بدون مقابل. أحد الضباط ورا كنت أنا، لأن بيتنا كان محجوز، انحجز بيتنا، ووالدي ورا شهر من ما أخذونا إحنا وما سفروهم، ورا شهر يلا طلعوهم من السجن وما نطوهم البيت، ظلوا ببيت خالي بالكاظمية. فأني رحت الكاظمية، بعدين شفت يعني خالتي من عندها ولد وأخاف على مودي يتأذون. رحت من أني عمري 8 سنين كنت أشتغل خياط، ينفد واحد أرمني يعني مثابة والدي كان، فرحت قلت له، قال لي ابقى هنا بالمحل، كنت بشارع النهار، كنت أبات بالمحل. فإجاني هذا الضابط يندل محلي، وهو مو من جماعة تكاثة، فقال لي أقول لك فلان انكمش بينه وهم مهربك وهمينا قايلاني حزب الدعوة ضابط توجيه سياسي فلان. قلت له شلون؟ قال إيه الظاهر من هزمك كان واحد نائب ضابط شو اسمه نائب عريف سامعكم، فهو كمشوه. قلت له وين؟ قال اخذوه البصره. انا من ثاني يوم شديت الرحال ورحت البصره. رحت البصره، كنت مزور لي هويه، رحت البصره، رحت للعشار بصره القديمه، بعدين العشار عبرت بالدوبه، رحت لهناك الى ان وصلت منطقه تنومه، وشفت بالطريق الجنود اصدقائي اللي دبابتهم عاطله ما ادري شنو. وصلت اخر نقطه فد نقيب كان باب النظام واقف، قلت له اني الايراني الهارب اريد اجي اسلم نفسي. قال لي ابني روح البس ملابسك العسكريه وتعال. قلت له سيدي اعطيني، يعني مين اجيب ملابس؟ اعطيني ملابس اروح. قال لي دا اقول لك روح البس ملابسك العسكريه وتعال، ما عندي هنا أنا انطيك ملابس، يلا روح. دفعني كم دفعه ورجعت لبغداد. الملازم الاول اللي كان جاي علي قايل له ما موجود. ثاني يوم انا من وصلت بعد ورا يومين من وصلت لبغداد للمحل، اجاني قال لي وينك؟ كان مو جيت عليك. قلت له خير. قال عدموه فلان والرمل لانه كان منتي، لو انت مرايح كان تمنا وياهم، وهسه طلع عليك القاء قبض، دير بالك ترى انحكمت التأمينة، قالوا هذا من اعدام عليك. قرر أبو سرور أن يترك العراق، خصوصاً بعد صدور حكم بالإعدام عليه، وفعلاً هاجر هو واثنين من أخوته إلى إيران. أبو سرور يتذكر تفاصيل هذا السفر والمعاناة اللي عاشها بتلك الأيام. فبقيت فترة أروح منا أجي منا إلى أن نويت بعد أخوي همينة كان الأصغر من
هذول الاثنين اللي سفروهم هذول طبعا انا اللي بقيت هناك. اخوي الكبير كان همينه جندي بالصواريخ. احنا 6 اخوه، 2 سفروا والكبير كلش كان بقاعده الصواريخ بالقوه الجويه، والاصغر من اللي سفروه يعني اصغر مني ب3 4 سنين هذاك كان بمعسكر الاسكندريه تصنيع العسكري هناك. ذاك همين طلعوه قالوا له روح جيب شهاده الجنسيه مالتك، هو من طلع بعد. فصرنا اني وذول اخوتي الاثنين رحنا الزاخو ابن خالي هناك. رحت استطلعت على المكان اللي اروح لتركيا، شفت لا ما اقدر لان ابن خالي افتهم كان هو مدير ماليه قائم مقاميه زاخو. قال لي شنو تريد تروح لذاك الصوبه، جايبني هنا داراويك المنطقه ما اخليك تروح. رجعت رحت للسليمانيه، من السليمانيه انا واخوتي رحنا الدوكان، من دوكان تقريبا 7 أيام مشي تهنا، بس بالليل كنا نمشي ما ندل، لانه القشقشي اللي والدي اتفق وياه على اساس يوصلنا للحدود، وكان نعطيني علامه اوصل للحدود، هاي العلامه انطيها للقشقشي يوصلها. فالظاهر ما ادري شلون افتهم هاي العلامه اللي بيديه سبحه واتفق على المبلغ. ف مسافه 2 هيك ويانا قال لي السبحه اذا ما يصير زحمه سبح بيها. انا قلت له هاك دي يسبح بيها، بعدين قال اريد اطير ماي وراح ورا الشجره، قال اقضي حاجتي راح ورا الشجره. احنا من ظلينا فاصله بيناتنا، انتظرت هسه ماكو. رحنا شفنا ماكو، هذا قالوا. فاحنا لا نقدر نرجع ندور عليه، قلنا اتفقنا خل نطلع قبل هذا اللي كان يمشي بينا هيك، خل احنا نطلع. فمشينا تقريبا صار وصلنا بمكان افتهمنا اكو ربيه فوق، ظلمت الدنيا عبرنا بالليل، قمنا نمشي بالليل، بالنهار جوا شجره نظل قاعدين الى ان واكلنا كله كان ورق ومال اشجار بهالفتره، الى ان وصلنا منطقه انجيره. بعدين استلمونا حزب الشيوعي بالطريق، شفناهم ورا ما تيهنا. حزب الشيوعي شافونا، ترى 5 أيام اول شيء تيهنا، هي كنا نصعد جبل وننزل بالليل الى ان تصير الصبح نباوع احنا نفس المكان راجعين، طلعنا نفتر بالجبل ونرجع. ف وصلنا يم ذولا اخذونا دلونا الطريق شلون نروح على اكو شيخ عشيره فلان مكان مسجد تلقوه، قولوا له من طرف فلان كذا هو. والله وصلنا لهناك يم هذا الشيخ، اشترى لنا ملابس كرديه لبسنا، واخذونا الى مكان جماعه جلال طلباني، فد مقر كان اكو بالجبل. سلمونا هناك لهم، وصلنا لهم. فصار حديث بالليل نحكي وياهم، وهذا شنو كذا كذا. قلنا لهم نريد نروح. والله الصبح صار الصبح بتنا هناك يمهم، صار الصبح انطونا كتاب للجماعه الكراد اللي ضد ايران كانوا ذاك الوقت، بانه قالوا على مود لا ياذوكم، كتاب من عندنا. انطوني كتاب ورحنا سلمنا الكتاب لهم، وطلعنا قالوا لنا وقفوا قبل لا تروحون، لان قبلكم راحوا جماعه بدون ان يستقبلوهم فوق، هم الفوق رشقوا طلقات، وهم منا هسه تشوفوهم بالطريق 3 نفرات. فاحنا من الى ان الفوق انطال اوكي، استلم الرساله من عنده، قال هسه طلعوا كل واحد شنو عنده
فانيله شيء يخلي بيده ويطلع على مود الايرانيين بعد ليضربوكم. فاحنا رحنا وصدق شفنا 3 نفرات ممددين خطيه كاتليهم كانوا عبالهم متسللين. فطلعنا أشرنا كل واحد فانيلته وتشفيه إلى أن وصلنا عبر الشارع يسموه بليوران، شارع طويل عبرنا لغاد. شفنا سيارة عسكرية الحرس الثوري كان. صدفة كان ابن خالي قبل شو اسمه بال75 كان بإيران وراجع بال79 رجع، فهو كتب بالفارسي، كتب لنا مشخصاتنا كلها وقال هاي خلوا بجيبكم، اخاف رحتوا هناك على مود ما تعرفون تحكون فارسي تطوهم. صدق انا من وصلت انطيت الورقه. طبعا قبل ما اروح لغاد الكرات قالوا ايش عندكم؟ كان عندنا دواء وصابون وما ادري شنو ويانا. قالوا اعطونا اياه شو استفادوا من عنده؟ انتم راح تروحون يم الايرانيين. انطيناهم اياه وخلونا نروح. فانطيت الورقه للحرس الثوري، قرأ قال لي صراط المستقيم، يعني يطلع قبل. افتهم شنو؟ احنا رحنا لغاد، والله نزلوا ماطورات 2 من الجبل نزلوا. اني صعدت ويا واحد، اخوتي 2 صعدوا ويا الثاني، ودونا المنطقه اسمها سردشت. ف قالوا لنا هنا منامكم، كان فندق، قالوا هنا منامكم على حساب امام خميني، هنا ريوقكم على حساب امام خميني، هنا غداكم مطاعم، وهنا العشاء. ابقوا الى ان يصير الطريق ندزكم الى طهران. بقينا ما يقارب 8 ايام هناك، الى ان جابوا هليكوبتر لانه المنطقه مو امنه. صرنا تقريبا 70 نفر هناك، 72 هليكوبتر جابوا نقلونا منطقه اسمها كامياران. هناك محضرين منشآت، هاي المنشآت جابتنا بالليل الى طهران. ما راح أبيع آخرتي بدنياي. هاي كانت من آخر الجمل اللي قالها الشهيد عماد عباس شقيق أم سرور. لهالسبب كانت وما زالت أم سرور فخورة بشقيقها الشهيد وبكل شهداء الكرد الفيليين، لأنه فعلا شهداء قضية. بعد بالسجن هو، بعد احنا ما ندري وين عفناه بالسجن. الظاهر احنا من جينا هنا أنا ابوي على امل بلكت عايش بلكت هاي خو، كانوا اقربائنا خوالي يروحون يزوروه بالسجن. 3 سنين بقى اجوا عليهم قالوا لهم تردون تصيرون ويانا نطلعكم ما تصيرون. فاخوي ايش قال انا ابيع اخرتي بدنياي على مود اطلع، ما اطلع على ويش، لان اصير ويا صدام ويا البعثيه انا ما اصير. هذول خلوهم على صفحه، واللي صاروا وياهم خلوهم على صفحه. اجوا اهاليهم قالوا يابا بعد لا تزورهم اعطوهم اغراضهم هاي راح ننقلهم غير مكان. سبحان الله عمتي تقول ذيك الليله انا شفت حلم كانما يعني شنو هو، شلت حراماتك انطيته له. شايفته حلم اخر روحه تزور عمتي تزوره كانما شايله حرامات تعطي له، يعني شلون يقولون مثل يعني مال جفن ما ادري ايش اللي شيء. البحث دازيهم خاليهم على الالغام، مكفنيهم ما ادري ماشيين على الطريق ماشي على الالغام ومفجرين هناك. راحوا روحوا يم اهاليكم، الراحه وراحه هي الراحه. احنا ما ندري بي لما صار سقوط صدام وش اسمه، رحنا بحثنا وهاي لما شفنا هو سنه 86 اللي صار بيهم. احنا لكن ما ندري، احنا على مل عايشين راح صار سقوط صدام وهاي. ابويا منتظر كانما ابني يشوفه ماكو، بس ما افتهموا بي ماكو. ورا شهرين هو اصلا راح خلص اصلا.
ثاني يوم ويا ذكرى. الله يحرمنا صدام ويحرمنا من عنده. نهاري وليلي كله أفكر بيه، ولو إحنا سوينا له قبر رمزي، بس هو روحه ويانا، عايش ويانا، هو الشهيد عايش ويانا. أتخيل هو مرات موجود، أتخيل يعني أشوفه بالأحلام، من يجيني من هاي أقول له وينك أنت وينك هاي، وايد دائما أتخيل وياه بالأحلام، لأن أنا هذا وياه يعني عشت مثل يعني شلون مقاربين واحد لله، يعني فترتنا يعني شلون الصداقة، شلون هذا هو الوحيد، هو هذا الشيء لحد الآن يعني أحس نفسي يعني شلون كأنما هو عايش، يعني أشوف واحد هيك يشبه له أقول له هو ذاك، يعني هيك يتخيل لي مرات والله هيك. تذكرين حلم حكى وياك بيه؟ مرة أتذكر كان حكى وياي قال لي ايش وقت تجين أجي أشوفك؟ أقول له أنا ايش قد حيل منتظرة أشوفك هذا اليوم ونتلاقى هناك. دائما أشوفه بالأحلام، دائما يجيني بالأحلام. تكون مرتاح؟ مرتاح يعني من اشوفه كانما هو ذيك الصوره اللي احنا ابتعدنا عنه ما كنت شاب، بذاك الصوره يجيني، مو يعني كانما انا ولو كبران مثلا هيك انا عليكم، بس هو بذيك الصوره اللي راح من عندنا اشوفه بذيك الصوره. هو انظلموا ذول، يعني شنو باي ذنب هم يعني ذول اخذوهم؟ لا مثلا عندهم احزاب، لا يابا شنو على مود هو تبعه ظلمونا احنا، شاب اسم احنا ايرانيين كانما عايشين هناك ظلمونا، مثل لا عندهم احزاب، لا عندهم كار بالدوله، لا عندهم هاي، بعد الخبط اليابس ويا الاخضر. هي الشهاده مو اي واحد يتوفق، هو كان قدر ما يحصل الشهاده، كان يصير وياهم بعثي ويطلعوا هاي، بس هي هاي الشهاده توفيق، الشهاده تدري لها ايش قد لها معنى؟ الشهاده لو الانسان يعرف بالشهاده يتمنى الانسان يموت وردود يصحى، ردود يعني يعيش هذا الشهاده، لها هيك منزله، بس هو فضل اخرته على دنياه. هي هاي السعاده. هنيئا، اي والله هنيئا له، هنيئا له، يستاهل هالشهاده هاي. بعد سقوط الصنم رجع أبو سرور للعراق وبدأ بإجراءات استرجاع منازل العائلة. أبو سرور كان يظن أنه خلاص زمن الطغيان والظلم انتهى وكل الحقوق راح ترجع لأهلها. مسألة البيت كانت هي الصدمة الأولى لأبو سرور. ورا السقوط أنا من راجعت على البيت، رحت شفت المنطقة مالتنا، وبيت مسوي طابقين، طابق واحد كان مسوي طابقين. دقيت الباب، طلع واحد شاب أخوهم، قلت له منو موجود بالبيت؟ يعني صاحب البيت اللي سفرنا. قال ما عندي أحد هنا، تعال بالليل، تعال بالليل أخوتي موجودين. فطلعت من شوية، رحت لي غاد جيراننا بيت أبو علي، صاحني عرفني، قيس تعال. قلت شكو؟ قال دير بالك تجي بالليل. قلت له ليش؟ قال دول كلهم أمن كانوا، ترى بس تجي بالليل يدفنوك بالحديقة، ما عندهم مانع، روح اشتكي قبل وتعال. ثاني يوم رحت المركز الرشاد، سويت الشكوى. النقيب دز وياي المفوض، قال تروحون تقدمون شو اسمه، انا مو يجي هنا دعوه الشكوى مالتك. فاجرت التاكسي، رحت لهناك، كان المفوض قال لي انت لا تجي، خاف تصير مشكله، انا خل اروح. دا ينتظروا، طلعوا الظاهر كان دا ينتظروني اني اوصل. فمن راح هو رأسا فاتحين الباب، جاري من يخدم طبوا بي جوا، دا يريدون يضربوه، حتى جرة القميص مالته قاطعين دقمه من قميصه. قال لهم على كيفكم شكوا؟ قال ها هو هذا الايراني؟ قال لي لاخوهم هو هذا الايراني الجاي؟ قال على كيفكم، اني بدأت تشوفوا لي مفوض
جاي دا ابلغكم هاي البلاغيه. قال لا وينه؟ قال لا ماكو، انا دزوني من المركز يطلبوكم هناك. وقعوا قال له روح عود احنا نجي. اجى صعد قال هم زين ما جيت، لو جيت كان كتلوك. شوفوا سووا بيه. جينا رحنا للمركز، قال له للنقيب، قال له سيدي كذا كذا كذا، وهيك سووا بيه. قال اوكي. فقعدني النقيب قال لي اقعد هناك الى ان يجون. جوي باوع ثاني بوقته كنت حاكي ويا ابوه، انا ما شايف الولد، الابن الكبير طبق الاصل ابوه نفس الشكل، عرفته هو. جاء مرسيدس سيلفر موديل جديد مال 2000، هو نفسه 2004 يمكن كان. فطب جوا صاحوني، هو قاعد يم النقيب، صاحوني قالوا لي تقعد هناك. قعدت على صفحات. قال له انت شلون تهجم على واحد؟ قال لا صار خطا. قال اذا الايراني جاي ايش كنتوا تسووا له؟ سكت. قال انت تعرفه؟ قال لا ما اعرفه. وينه؟ بعدين التفت علي النقيب قال لي تعرف الاخ؟ قلت له انا ما اعرفه، بس الظاهر 100% يشبه ابوه. قال له تشبه ابوك؟ قال له ايه انا بالضبط ابويا. قال له خلي يجيبون فد سنه شيء على مود ولا انا هسه احجزك. لا ما ادري شنو. قال انتم مهددين هذا بالقتل. صاح المفوض قال له تعال. قال ايه سيدي، هو هذا جرني وقطع دقمتي، وقال هو هذا خل هنا ندفنه. هميجي بهالجمله، خلي هنا ندفنه اللي خلصت من عندهم من قتل، وما لا شاف رتبتي ولا هذا. على كل قلت له السوق مو من عنده، من ابوه اللي استلم بيتنا وحكيت وياه ورفض، مو هذا. قال شوف هذا الايراني دا يقول مو سوسك، انت تريد تقتله؟ خله اتصور وثيقه ولو سند مال بيت وطلعوه، بس اخذ تعهد من عنده اي شيء يصير بي وبرقبتهم. فرحت قدمت محكمه بغداد جديده. محكمة بغداد جديدة سووا لي أوراق، دزوني الدائرة الثانية إلى أن وصلت للنزاعات الملكية. نزاعات الملكية اليوم باكر عقبة، ونسوى القضية ونسوها بعد السراك ما جاي. كل ما نروح مثلا يقولوا لي السراك ما جاي، بس حصلت أوراق بأنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي مقدمة كتاب إلى أمن العامة، البيت المخصص لفلان ابن فلان انطونا اياه انه. فهم مستلميه، وهو كان معاون وزير، فهو ماخذ البيت بهالطريقه مستلم البيت. وطبعا من جردوا بيتنا، انا كنت موجود جردوا كل ما موجود. راجعت للماليه في شارع الرشيد، كل اثر منبقين للجرد ما عدا رقمه اسم ابويا، وكل شيء بعد ماكو، كانما كل شيء مسلمهم، بس رقم ما قدروا يمسحون، ماخذين كل الاوراق الاوليه الموجوده ما عدا نسوا يوخرون رقم الفايل شو اسمه بسجل الممتلكات. بسجل الممتلكات موجوده بس الفايل ماكو، اكو رقم فايل، اكو اسم والدي، بس اثر للاثبات للفايل ماكو.